سوالف الطيبة انتم من اهلها. في واحد جاع وعياله. عبد الله تفضل. الصوت يا ولد. جاع وعياله ما عنده الا ناقة خير تبلي فيها لبن. عطاها انقفل وقال يجلبوها واعطوني ثمن. خلهم في يدي هاي عنده. راحوا الجماعة جايعين وهو جاي. قام خذ له 3 ريال وجا شحورهم ليه مهدرة. قال هذه هدرة الجدع. يوم قال هم ليه واجبتن على ولده. ملا الجد حام منها وغبق الجماعة وطبق وعين خير. وانشدت فيه الناقة. يا من قلتها. وش تقول يا قالت وابوك يا كابان ما تنسيني. رعي مع البدوان رفعه ونماش. من جلفت غرن ضيمي اليميني ومنعك من ضيف اللي جاء على الراس. قال يا فاطر ذي جلت وعذريني ومن عقبها والله يجيرك من الباس وابو تشدي ما سمعتي ونيني ووليت اللي مشير الناس بعواه. سلامتك. صح لسانك. ابو حضره من بقصيده علي بن دايس. علي بن هداف. علي بن هداف. ما يهمك. سلامتكم. راح علي بن هداف رجال يقنص شر السامعين. يقنص هنا وراح هي مداهي قنص في طبق وهي له 3 براوي. فرت الحياة عايد وواحد الحياة هداف. وتايض الرجال بعد انكم بالليل ماسك من القصيد. براوين على الصيد. على الصيد 3 طبق. هم اخوان. اخوانه 2. صبح الشيطان وحول الرجال ما عاد بحال الصيد وتلاها من المعاهد الاول. يقول بادين في راس مزموم الهضاب. والله البادي على لمة رقيب. في طبب الاسقاه همال السحاب المدلوف في الصيف ما جاله نصيب. لما لا جاء الحياه يقعد جذاب. جعلها تسني ضابه والشعيب. هض ما بين فيضت الجواب والعينين بدمعه هلت سكيب. قمت اجر الصوت لجويع الذياب. لا عواب عواه جريت القنيب. وازن في ضميري جر التهاب. لو يجي صم الحجر خطري ذيب. ونتي ونت مريض بالصواب. من علاج حاير بذكر الطبيب. شيعوه وعينه بصدر خراب. والعلاج اللي يناسب له صعيب. كل يوم اللوعته والراس شاف. شيبت الاحزان بي قبل المشيب. فاذكر اللي فات وحسبه حساب. والجروح من اجلها معيه الطيب. يا الله ان تجعل حسنهم للثواب. يا الله ان تقبل دعاء وتستجيب. من وقف يوم اهتنت من الركاب. والوفاة تسهم من صابت تصيب. الفرح والفوز في يوم الحساب. جنته ولا يقدم للهيب. لو شربت الصبر وعروق الشذاب. ما يطب الجرح وعظامي حطيب. نحمد الله لي بنعم من علا. سعد منهم محزمه لا جنبيب. مو راح دانهم ستر وحجاب. غابت من دونها 70 منيب. معتبين للعدو روس الحلاب. والعماره اللي تكبع بالخشيب. ما هو نشريه لقليل الذهاب. يصحب القرن لبار الصحيب. والله لا للحكم. قطاع الرقاب منطع الشرع. في الحق المصيب. دام به 20 شباب. وشباب في العبيه بيض بالصوت الصليب. وسلامتكم هذه كويسه لي وما حنا صراحه ودنا احنا جايين كل واحد من الاخوان في بيته ماخذين من راسه متقهوين عنده. لكن ابو عايد بركه اللي جمعنا ذلك. الان معنا محمد المسفري الشاعر محمد المسفري معروف عندنا في المنتدى وعلى اختياره. في امراض بينه وبين سعد رسام بيجيبها الان. طلب ابو اللي يقول يهاجسي له ضد 13 بيت اللي وجهها له سعد رسام وانا صراحه شاركتهم يعني. طلب ابو مبارك نعم ابي يجيبها ابو. طبعا ما كنت حافظها لكن باجي. هو يقول يا هاجسي لفظ 13 بيت تلعب به الورقه على عود راكم. يطول ماني صابر الا مليت والصبر من قاعد يتراكم. يا ابو علي معاذ شفتك ولا جيت. اعطني علومك جعل ربي يراك. ايش يقول والله اني مضيعها لكن يقول المعذره ان كان في الشرق ما وفيت. مشان ابقى في القوافي شراك. مشان نبقى في القوافي شراك. رديت انا قلت يا مرحبا يدرع جنبي وحييت. بعد البطايزين جمله حكاكه. يا مرحبا واعداد سكان تكريت. واعداد سكان القصيم وسكاكه. يا مرحبا واعداد سكان تكريت واعداد سكان القصيم وسكاكه. يا ابو محمد عنك ما يوم مليت عن كنشد العربان هذا وذاك. وقالوا لي انك في المهد ذايع الصيت شيخ جميع الناس تعشق وفاك. صغنا الهقاوي في جنابك وعديت وحزت المراجل كلها في ذراك. ايش يقول صغنا الهقاوي في جنابك وعديت مهمتك جمله هروج السرابيت اللي تدور للنشب
مهمتك جملة هروج السرابيط اللي تدور للنشب والعراكة والعذر شغل الوقت مثل العفاريت وقت قبل يا طبعا عمك طاكة وسلامتك. انا الصراحه يا ابو علي سمعتها وارسلها لي محمد. ضيعها لكن ارسلها لي محمد برادته ويا ابو علي وقلت يا ابو محمد اي قلت سمعت قافن يطرب البال له صيت. قافن يهيض يا سعد وش وراك؟ صاعد سمعته صار في القلب تشتيت ودخل ضميري صاير بحراكه. جزل البيوت اللي سمعته تقهويت ما هي علوم مدورين الجراكه. انا شهد انك بالمعاني تنقيت وشعر النبط يا مسندي في احتراكه وشعر النبط يا مسندي في احتراكه والمعذره لا شارب لا سرت بالشطر بالزلت يا درع جنبي جعل عيني تراك. سلامتك. صح لسانك صح لسانك. انا ترى بس ملتغم والله على ما أنا قال. في قصيدة بعطيكم إياها اللي هي يمكن أختموها من تفضل. الناحية اليمنى بالنسبة لي أنا. هذه قصيدة في أبوي الله يطول في عمره. أقول يا مرحبا بعد يا مرحبا بعد السنين العجافي بعد ارتباطات العمل والدوامات إجازة لو هي علي الضافي لو هي بلا راتب ولو هي جزاوات وممشى بدار ما تجيها الخفافي دار من الغربي وطتها المخيلات تشفيبها عود الضلوع الرهافي نيبها من لايع الوقت لو عاد وقت هواها المجاريح دار هواها للمجاريح شافي علاج من قلبها من الحزن كدمات وارتاح من بعض الخلايق يا كافي وارتاح من أجقالة الهرج بالذات واللي يحسبني خفيف وهافي ومالي على قطع الخلايق جروات قبلها رأيت الذود جايع وحافي ومعيشت بين فخفخها والعمارات وخويت لي عود كريم ووافي له في علوم الطيب صورها وجولات شيخ سفني المراجع العسافي وعلمني علوم الوفاء والمروات علمني اقدر لزوم السنافي وفزله يحتاجني في المهمات علمني اقدر لزوم السنافي وفزله يحتاجني في المهمات ومن هو حزامي لا لحقني خلافي لا لحقني من جائر الوقت لو عات ومن هو خوي في السعه والعوافي خوة رخا ما هو بقد الثقيلات لا فزعه ولا لها مفعول انتشافي عيب علي معرفتها والعلاقات هذه بيوت سطرتها القوافي من شاعر يتعب على حبك الابيات ابيات شعر وضحت كل خافي تشرح خفاء عود الفروع النحيفات وسلامتكم. نبي الختاميه الربع ما قصر ولا يهين لا شباب ولا شيبان. نبي ختاميه من ابو مبارك ولا نمنع فيك. وذيابي مزعجني بالغزل لكن في قصيده انا احفظها من عني صغير وهي المرشد البدال الله يرحمه. يقول قالوا تسافر قلت ما هو بهالحين طبيعتي مالي بالاسفارميه انا قاعد في بلادي نهارين تسوى شهر في ديرة اجنبيه وناستي شوف البنات المزايل يطبن الملعب بعيد الضحيه وشوف العيال اللي تحطني اشيل كل على جاره يقوي الطليه والنقع تو البيت ما هم مضمين والعود ذاك اليوم بلا سرعيه وسلامتك. صح الله يسلمك. نشكر جميع من حضر وشارك معنا والله يبارك لابو عايض ووفقه وحياه سعيده ان شاء الله. ونشكر الاخ الامبراطور.